يزعج نظام المخزن ويعيق تجسيد مخططاته المريبة في المنطقة. تمادى هذا النظام. تصريح خطير من شنقريحة. شنقريحة هو الرئيس الفعلي لدولة الخسائر. اليوم شنقريحة راه كيعترف بلسانه، كيعترف باللي راه فشل أمام المغرب، فشل في كل المستويات، سواء عسكريا وحتى دبلوماسيا واقتصاديا أمام المملكة المغربية الشريفة. كذلك اخواني اخواتي غادي نشوفوا ان الجزائر انسحبت من كأس افريقيا بشكل رسمي. فسابقا كنا كنتكلموا على مؤشرات واللي غادي تخلي الجزائر تنسحب من هذا الكأس ديال افريقيا 2025 واللي غادي تنظم بالمملكه المغربيه الشريفه. قلنا بزاف ديال الاسباب عند الجزائر اللي يخليها تنسحب. اول حاجه السم ديال الجزائر والحسد والحقد لكل ما هو مغربي. فالجزائر او النظام العسكري الجزائري ما يقدرش يشوف شي انتصار او يشوف شي حاجه جميله كتقال على المغرب. السبب الثاني هو ان النظام العسكري الجزائري خايف من ان الشعب الجزائري يجي للمغرب ويشوفوا شنو كاين في المغرب، وغادي يكتشفوا ان كاع داكشي اللي كيقول النظام العسكري الجزائري كذب في كذب. غادي يلقاو العكس، غادي يلقاو المغرب ما فيهش المجاعه كيف ما كيدعيو، غادي يلقاو المغرب فيه الماء كيف ما كيدعي النظام العسكري الجزائري ان المغاربه ميتين بالعطش، لكن العكس هو صحيح. غادي يلقاو التنميه بالمملكه المغربيه الشريفه، غادي يلقاو الصحراء المغربيه متطوره، غادي يلقاو بزاف ديال الاشياء واللي كيوهمهم النظام العسكري الجزائري باللي راهم في المغرب غادي يلقاو عكس ذلك. لهذه الاسباب كنا كنقولوا باللي النظام العسكري الجزائري اكيد غادي يلقى شي حل باش يمنع الجمهور الجزائري زياره المغرب. ما خصش الجمهور الجزائري يزور المغرب، وغادي يلقاو شي طريقه باش ينسحبوا من كأس افريقيا 2025 هذه في حاله الى تاهلوا. فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعي الكرام، أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال. رجاء منكم كالعادة أنكم تدعموا هذه القناة. الدعم ديالكم هو أنكم تبارطاجوا هذا الفيديو على نطاق واسع، كذلك تضغطوا على زر إعجاب يعني هذاك اللايك، وما تنسوش كتابة التعاليق، حاجة بسيطة ممكن أنها تدعم لنا المحتوى، ممكن غير وريضة، ممكن قليل، ممكن تعليق صغير قليب ورضا. يعني الرايه المغربيه استمري وواصلي. هذه الكلمات كامله البسيطه بالنسبه لكم فهي تعني الكثير للقناه. فعلى بركه الله نبداو موضوعنا لليوم، وغادي نبداو بالسي شنقريحه. شنقريحه غادي يخرج بواحد التصريح خطير جدا. شنقريحه غادي يخرج ويعترف بعظمه لسانه، غادي يعترف بالفشل ديالو في كل المستويات. الفشل ديالو امام القوات المسلحه الملكيه، الفشل ديالو امام الدبلوماسيه المغربيه بحكم ان شنقريحه هو الرئيس الفعلي ديال الجزائر، وبالتالي الفشل ديال الجزائر هو فشل شنقريحه. بالتالي هذا التصريح كيبين الفشل ديال شنقريحه امام المملكه المغربيه الشريفه بشكل عام. فنشوفوا التصريح ديالو نعلقوا عليه. يزعج نظام المخزن ويعيق تجسيد مخططاته المريبة في المنطقة. تمادى هذا النظام التوسعي في المؤامرات والدسائس وإطلاق حملات من الدعاية الهدامة من أجل تحجيم دور الجزائر في المنطقة واستنزاف قدراتها وتعطيل مسار تطويرها ومحاولة ضرب وحدة شعبها من خلال إشعال نار الفتنة والفرقة والتشتت بين صفوفه. فوجد الأعداء ضالتهم في بعض ضعاف النفوس وخونة الأمة، وجنداهم كعملاء لهم في الداخل واستعملهم كأدوات للوصول إلى مبتغاهم المتمثل. كيف ما سمعتوا القائد الفعلي للجزائر كيعترف وكيقول واحد الكلمة أو كيعترف بعظمة لسانه أنه فشل أمام المغرب وأن المغرب قضى عليهم. في هذا الفيديو يعني في هذه الكلمة أو هذا التصريح ديال شنقريحة راه كذوب في كذوب، لكن هو كيعترف باللي المملكة المغربية الشريفة اخترقتهم. فاليوم كيعترف باللي هما لا قوة ضاربة ولا قوة هاربة،
وهذا الشيء أن المغرب ما مسوقش لهم. فماذا لو أن المملكة المغربية تحركات؟ فشنو غادي يوقع؟ كما تكلمنا قلنا باللي الجزائر فشلت أمام المغرب دبلوماسيا، عسكريا، اقتصاديا وحتى رياضيا، والسبب هو النظام العسكري الجزائري. فاليوم الجزائر كتنسحب من كأس إفريقيا بشكل رسمي. فصراحة راه جات علينا نقولوا الله على رحى الله، لأننا مع هاد الناس راه ما نقدروش نتفاهموا. فاحنا مع هاد الناس راه ما نقدروش نتلاقاو في تظاهرات رياضيه او في اي تظاهره كيف ما بغاتو تكون، لان هاد الناس اخبت من الخبث، كيقلبوا غير المكائد للمملكه المغربيه الشريفه وللمغاربه كاملين. فكأس 2025 او كان 2025 واحد التظاهره واللي غادي ينظمها المغرب، وهذا الشيء راه كاين ما بين المغرب والكاف. لكن الجزائر اش دخلها؟ الجزائر لا دخل لها، الجزائر بعيده كل البعد على هذا الملف وعلى هذه القضيه. فهاد البلد هو الوحيد واللي قال لك يعقد اجتماعات. هاد الاجتماعات قال لك على مستوى الفاف باش يدرسوا طلب سحب تنظيم كان 2025 من المغرب. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اش دخل الجزائر في هاد الشيء ما بين المغرب والكاف؟ هما اللي كيديروا اجتماعات على مستوى الفاف باش قال لك يشوفوا كيفاش يسحبوا تنظيم كأس إفريقيا 2025 من المغرب. علاش؟ وشكون هما اصلا باش غادي يدخلوا في هذا الملف؟ فحاولوا ما مره لكن ما صوروا حتى شي حاجه، وفي الاخير ما لقاو ما يديروا. فحسب مصادر مقربه من الفاف كتقول باللي الجزائر غادي تنسحب كليا بشكل رسمي. والسبب يعني السبب الحقيقي احنا عارفينه، لكن السبب المعلن عليه هو انهم قال لك غادي يتزامن لهم مع كأس العالم 2026، حيث سيركز المنتخب الجزائري على الاستعداد للمونديال. صراحة هذا النظام العسكري الجزائري واللي تابعوا يعني كيهضروا بحال الا صافي تأهلوا وصافي راهم في المونديال وصافي راه تأهلوا راهم كيوجدوا راسهم للمونديال وما مسالينش قال لك للكاف او الكان عفوا ديال 2025 غادي تنظم في المغرب. فهذا هو قال لك السبب واللي علنوا عليه. اولا المونديال غادي يكون في الصيف والكان راه غادي يكون في بدايه 2026. ثانيا كيفاش عرفوا باللي هما غادي يتأهلوا للمونديال ديال 2026؟ لأن هناك إقصائيات مازال ما تحسماتش، وأصلا واش نساو العقوبات واللي غادي تنزل عليهم كيشتا سبب القميص ديال نهضة بركان. لكن هما كيبينوا بالعلالي السم ديالهم والحسد ديالهم للمغرب. فهما ما قادرينش يشوفوا تظاهرة بالمملكة المغربية الشريفة، ما قادرينش الشعب ديالهم يجي يشوف المغرب كي داير، يشوف المدن المغربيه كي دايره، يشوفوا التنميه اللي كاينه في بلادنا. فهما ما قادرينش يشوفوا هذا الشيء او الشعب ديالهم، ويكتشف الشعب ديالهم انهم عيشوهم غير في واحد الوهم وان المغرب عكس ما يقولونه تماما. فهذا الشيء علاش خايفين، وهذا الشيء علاش بغاو ينسحبوا من كأس افريقيا 2025 واللي غادي تنظم ان شاء الله بالمملكه المغربيه الشريفه. اذا اخواني اخواتي وصلنا لنهايه ديال هذا الفيديو، تحياتي لكم كبيره، شكرا لحسن المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.